في مقولة سمعتها إذا هبت رياحك فاغتنمها. فهي يعني هبت الساعة 1 بالليل أو الساعة 2 دلوقتي، 2:46 دقيقة بالظبط. واحنا في العيد وكده، فقلت نغتنم الفرصة دي ونبدأ نبدأ السلسلة وأحط نفسي في الأمر الواقع، ومش سلسلة على قد ما هي فيديوهات هتبقى دردشة في التربية، بنتكلم فيها عن مخاوفنا. لو حد لسه خايف ياخد خطوة الخلفة، طب ايه اكتر حاجة ولادنا نجهز نفسنا ازاي، ولادنا محتاجين ايه، طب احنا خلفنا خلاص، طب هنتعامل ازاي، إيه الحاجات اللي احنا بنخلي بالنا منها. هنبدأ نتكلم كده، نفصص الحاجات في تربية نربي زي ما تربينا زمان، ولا تربية إيجابية، ولا تربية مش عارفة في طرق بقى كتيرة قوي، ولا نبقى ايه الطرق المدارس اللي نشتغل بيها في التربية. في فلسفات كتير وطرق كتير. هعلم ولادي ازاي، اعلمه تعليم عادي ولا اي بي ولا امريكان ولا وولدروف ولا مونتسوري ولا هوم سكولينج ولا ان سكولينج يعني. بس في الاول هنبدأ نتكلم عن كل حاجة تجهزنا احنا في الاول كأهل عن للدور المهم والكبير قوي ده، اللي هو لا يختصر في فيديو دقيقة أو دقيقة أو نص، أو لا يختصر برضو في سلسلة. بس احنا هنحاول، الغرض من الفيديوهات إن احنا بس نزود الوعي بتاعنا شوية عن التربية، عن دورنا. في حاجات هتبقى في إيدينا، دي اللي احنا هنبقى بنشتغل عليها، وفي حاجات مش في إيدينا، فاحنا هنبقى بنشتغل أكتر على الحاجات اللي تخصنا احنا كأهل. هيبقى في جزء خاص بان احنا ازاي، ان احنا لما بنعتني بنفسنا بنهتم ازاي بصحتنا النفسية والجسدية، ازاي ده بيفرق على اولادنا. فطبعا في جزء هيبقى ليه علاقة بحاجة ليها علاقة بطفولتك انت، بطريقتك انت، ازاي ده بيرفلكت على تربيتك، على اختياراتك، على قراراتك في التربية. كل ده بيفرق. هنتكلم برضو عن القيم بتاعتنا وازاي ان ده بيفرق. هنبدأ هندردش، يعني الدردشات كلها هتبقى ليها علاقة كده يعني بما كل ما يخص الطفل وما يخص التربية، وسواء كان مربي أو متربي. مش عارفة بتتقال كده ولا ايه، بس يعني كل ما يخص الطفل، أهل سواء كانوا أهل، مجتمع، بيئة حواليه محيطة، كل حاجة، أكله، كل التفاصيل. بس تركيزنا الأساسي هيكون على المربي في الأول، عشان هو ده المفتاح، الكير جيفر الأساسي، اللي هو الأب أو الأم، أو أي حد المدرس، لو حد بيتعلم، يعني حد بيتابعنا مثلا مربي في مدرسة أو في مؤسسة أو أيا كان، فده برضو هيفيده. هنفهم الطفل احنا ايه، هنفهم نفسنا وهنفهم الطفل برضو، او خلينا نقول هنفهم نفسنا عن طريق ان احنا بنفهم الطفل. ده غالبا اللي هنحاول نعمله بإذن الله في الفيديوهات دي. انا بقى مين؟ انا جويرية. عندي خبرة تقريبا 15 سنة، اكتر من 15 سنة في تدريس وتدريب. خريجة كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة. معايا دبلومة مونتسوري معتمدة من مابي، قعدت فيها 2 والله، مش دبلومة 10 أيام خالص. ومعايا برضو positive discipline، التربية الإيجابية المعتمدة من الجمعية الأمريكية للتربية الإيجابية. معايا الشهادة بتاعت تدريب الوالدين تقريبا اسمها كده، معلش أسامي الحاجات بتقع مني. مهتمية بالجانب النفسي جدا 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 للطفل، وأهمية إن احنا نربي ولادنا ونهتم بصحتهم النفسية في المستقبل. كمان اشتغلت في باخد كورسات برضو، يعني خلينا نخلص الجزء اللي ليه علاقة بالتعليم وكده، الشهادات. باخد كورسات ليها علاقة خدت حاجات في الدي بي تي، كورس في الدي بي تي، حاجات ليها علاقة بعلم النفس شوية. لسه احنا كده كده دراستنا في الكلية بيبقى، وفي دراستنا عموما سواء كان في الكلية مونتسوري positive discipline، كلها ليها علاقة بعلم النفس. بس بدأت أتعمق بشكل أكبر يعني، فباخد كورسات
يعني حاجات مهتمية بالتحليل النفسي وبالسايكودايناميك، بس لسه يعني في مراحل التطوير فيه، التعمق أكتر فيه يعني. دي جزء الشهادات. اشتغلت في مدرسة، اشتغلت في حضانة، اشتغلت في organizations ليها علاقة بالتعليم، وليها علاقة يعني اتطوعت في أماكن في مصر وفي سواء كانت قرى أو يعني مدن عادي هنا جوه القاهرة. اشتغلت في جمعيات، تبع جمعيات، واشتغلت فترة برضو أكاديميك دايركتور في مدرسة. يعني الخبرة كده ليها علاقة بالتعليم والتدريس. وشغلي الحالي بقدم استشارات تربوية للمربين، وبشتغل مع الأطفال لو احتاجنا إن احنا نشتغل معاهم في حاجة. فده كده باختصار شديد، مش شديد قوي يعني اللي بعمله. مهتمية بان انا ازود الوعي بتاعي، افهم نفسي اكتر، عشان عن طريق وفي خلال رحلتي في فهم نفسي بدأت افهم اكتر عن التربية بشكل مختلف، وازاي ان هو احنا كمربيين او كأهل ازاي بنتأثر بحاجات كتير. اشكال التربية عندنا، يعني أسلوب التربية بتاعنا بيتأثر إزاي بخبرتنا عن نفسنا، بمعرفتنا بنفسنا. فمهتمية عشان كده الجانب النفسي بالنسبة لي مهم جدا في دورنا، في دور الصحة النفسية للأهل مهمة جدا. النفسية وبعدين والجسدية طبعا، بس هم كلهم مرتبطين. وده هيدخلنا احنا ليه اسمنا تراكيب، او ليه البيج دي اسمها تراكيب. القناة دي اسمها تراكيب عشان انا برضو الفاوندر بتاع التراكيب. ايه بقى دي المظلة، الشركة اللي بشتغل عن طريقها، يعني دي اللي تحتيها كل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. بشتغل تراكيب. اسمها ليه تراكيب؟ اسمنا تراكيب عشان احنا مؤمنين ان الطفل لوحده، يعني مش بنشتغل على الطفل لوحده، الطفل نتاج حاجات كتير قوي. فالطفل زي البازل كده، كل حاجة فيه، يعني كل حاجة في المجتمع، كل حاجة بتأثر فيه المجتمع، سواء كان المجتمع اللي حواليه من الأب والأم، علاقتهم، الإخوات، عدده في ترتيبه في الأسرة، بعد كده الحالة الاقتصادية بتاعة الأسرة، الحالة الاجتماعية، التغذية، العيلة الأكبر شوية اللي هي الجد والجدة، بعد كده العيلة الأكبر، المجتمع. فالطفل نتاج كل الحاجات دي، نتاج الأكل اللي بيدخله، والشاشات اللي بيتعرض لها، المحتوى اللي بيتعرض له، المدرسة، الصحاب، الخدمات اللي بيتعرض لها، لحد ما بنوصل في حاجات احنا خاصة بينا وفي حاجات خاصة بالمجتمع. فالطفل نتاج حاجات كتير قوي، وبيعمل بقى كل ده خلطبيطة طبعا، والجينات والنفسية بتاعت الأب والأم والتفاصيل دي كلها، كل الحاجات دي بتدخل في الخلاط. والطفل بقى في الآخر بيطلع الشخصية بتاعته، البصمة بتاعته بقى هو اللي بيحطها، يعني مش احنا اللي بنحطها. بس في حاجات كتير قوي في ايدينا، عشان كده قلت هنشتغل على الحاجات اللي في ايدينا. في حاجات مش في ايدينا، مش هنعرف نشتغل على المؤسسات، على الخدمات، على الحاجات دي. بس هنشتغل احنا على الدايرة، الجزء القريب بتاعنا، ان اللي هو المجتمع الصغير اللي في الدور بتاعي كمربي بقى. لو انا مربي فدوري كمربي، لو انا اب او ام فالاب والام الدور بتاعنا. لو انا مدرس فانا بشتغل على الجزء ده، الجزء بتاعي في المؤسسة التعليمية. لو انا مسؤول في مكان معين فانا بشتغل على الجزء الخاص بالمكان المعين، ازاي ان انا اخليه مكان امن للطفل. كل حد هيشتغل في الحتة بتاعته. فعشان كده احنا اسمنا تراكيب، فاحنا اي حاجة بتخص الطفل بنشتغل عليها. بس فده كده سريعا الحاجات القناة دي هتبقى بتتكلم عن ايه، هنبقى بنعمل ايه. هندردش كتب، هنبقى بنتكلم برضو، الكلام بتاعنا هيبقى المرجعية بتاعته غالبا حاجات ليها علاقة
طبعا بالعلم نفس الطفل والنمو بتاعه، المرجعيات بتاعتنا بنحاول نشوف فلسفة المونتسوري والتربية الإيجابية كما يجب أن نفهمها، مش اللي هي بتتقال على السوشيال ميديا للأسف، يعني تشوه المفهوم بتاعها. هناخد حاجات من علم النفس، حاجات ليها علاقة، يعني هنحاول نبسط المعلومات بطريقة يعني إن شاء الله ما تبقاش مختزلة ولا تبقى برضو أوفر قوي. فده كده دخلة كده سريعة، إن لو أنت أول مرة بتشوف القناة فدي الدخلة السريعة بتاعتنا، بس عشان تبقى فاهم احنا هنبقى بنتكلم في ايه الفيديوهات الجاية دي. وأتمنى يعني إن هي يعني ان القناه تبقى فيها، هحاول ان هي تبقى بسيطه، مش هحاول استخدم مونتاج كتير. هحاول ان احنا يعني ان انا ابقى تحضروا كوبايه الشاي بتاعكم او المشروب بتاعكم. الشاي بيتشرب في كوبايه شفافه والقهوه بتتشرب في مج عادي. معلش تفاصيل ملهاش لازمه، بس يعني القعده تبقى قاعدين بندردش، بس الدردشه دي هتبقى باذن الله حاجه يعني مفيده لينا كلنا. شاركوني المخاوف بتاعتكم او الاسئله اللي بتخليكم تفكروا في التربيه والحاجات دي كلها، وانا هبتدي الفيديو من الفيديو الجاي، يعني هنزل يعني مواضيع نتناقش فيها. بس ده كده كان انترو عن القناه بالظبط واللي احنا بنعمله. ميرسي.